حالة فريدة من نوعها حصلت بمحافظة النجف لمواطن من منطقة البراكية بالكوفة. اشترى أسد. اليوم هذا الأسد اقتلى، فتم نقله إلى مستشفى الصدر بمحافظة النجف. صاحب الضحية رجع الأسد واقتله بسلاح كلاشينكوف، ولكن بعد فوات الأوان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الشخص برحمته الواسعة، والله يكون بعون أهله، الله يصبرهم بحق محمد وآل محمد. ولكن أنا أحب أحكي كلام بصورة عامة. يعني تشتري أسد دفعة واحدة، كلامي الكل شخص يحاول يجيب حيوانات مفترسة. يا أخي العزيز، الحيوان المفترس هو من اسمه مفترس، الله سبحانه وتعالى خلقه على هذا الشيء، غريزته يفترس، من يجوع يفترس أي شيء قدامه، إنسان حيوان أي شيء، ما يميز، هاي طبيعته. يعني أنت تقدر تجيب مثلا حيوانات أليفة، مثلا قطط، كلاب أجلكم الله، طيور، أو حيوانات تقدر تستفيد منها، مثلا مو أسد دفعة واحدة. أكو ناس تجينا أسود، تماسيح، وذئاب أيضا. يعني لابد أن الإنسان يكون حذر. أنت ما تخاف على نفسك، خاف على عائلتك، على أطفالك. هذا الحيوان مكانه بالبرية، هذا الحيوان مكانه بالمحميات، مو بالمنازل، مو ويا البشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحق محمد وآل محمد. أخوكم علي تاغي السلطاني.